واش عارفين بلا اجمل الذكريات ما كتحتاج لا سفر بعيد ولا مصاريف كثيره؟ احيانا غير خرجه بسيطه مع الاصدقاء كتكون كافيه باش تبدل النفسيه وتخليك تعيش لحظات زوينه كتبقى في الذاكره. اليوم خرجنا مع مجموعه من الاصدقاء وقضينا نهار رائع وسط الطبيعه. هذه الخرجه كانت من تنظيم صديقتنا والزوج ديالها احتفالا ببنتهم نجحت في البكالوريا. ألف مبروك ليها ونتمنى ليها مستقبل مليء بالنجاح والتوفيق، وشكرا ليهم من هذا المنبر. بصراحة دوزنا نهار أكثر من رائع، الوليدات لعبوا وفرحوا والكبار استمتعوا باللمة والضحك، وكانت أجواء كلها محبة وفرحة. حيث في الغربة ملي كنكونوا بعادين على والدينا وعائلاتنا كتولي هاد اللمات عندها قيمة كبيرة، كتفكرنا بلا إنسان محتاج دائما ناس طيبين يشاركوا معه الفرح ويخفوا عليه ألم البعد عن العائلات ديالنا. وهاد اللحظات البسيطة هي اللي كتبقى محفورة في الذاكرة وكتعطينا طاقة نكملوا بها المشوار الحياة ديالنا. نصيحتي لكم من القلب، ما تخليوش انشغالات ديال الحياة تحرمكم من الوقت مع الناس اللي كتبغيو. إلا جاتك الفرصة باش تخرج تبدل الجو وتجمع مع الأصدقاء استغلها وخرج، لأن الوقت كيدوز والذكريات الزوينة هي اللي كتبقى. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ولا بغيتو نشارك معكم أماكن زوينة تستحق الزيارة كتبوا لي في التعاليق وشاركونا حتى نتوما الأماكن اللي كتعجبكم باش نستافدوا كاملين. شكرا بزاف على المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد في مكان جديد. السلام عليكم ورحمة الله.